الكريم بنزيما، وكرة وفرصة. لا شك أن ياسين بونو هو السبب الرئيسي في هزيمتنا اليوم أمام الهلال بتصديه لانفراد كريم بنزيما، ويمكنني القول بأن ياسين بونو هو أفضل حارس في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. تصريحات مثيرة لمدرب اتحاد جدة السعودي نونو سانتو يشيد بياسين بونو ويفجر مفاجأة عن حمد الله اللاعب المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن ياسين بونو هو أفضل حارس في العالم في الوقت الحالي، فيرجى الإعجاب بالفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد نهاية المباراة الكبيرة بالأمس بين الهلال السعودي واتحاد جدة بريمونتادا تاريخية للهلال السعودي والفوز ب4 أهداف مقابل 3 أهداف بعد أن كان مهزوم ب3 أهداف مقابل 1 في مباراة شهدت تألق وتعمق الأسد المغربي ياسين بونو. ولكن ما هز العالم هي تصريحات نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بعد المباراة مباشرة، حيث أدلى بتصريحات مثيرة وقال: ياسين بونو هو السبب الرئيسي في هزيمتنا اليوم أمام الهلال بتصدياته الخرافية، وخاصة بتصديه لانفراد كريم بنزيما، حيث كانت النتيجة ستصبح ب4 أهداف لنا مقابل 1. ولكن تألق ياسين بونو كان السبب الرئيسي في عودة الهلال والفوز علينا. وقال نونو سانتو عن اللاعب المغربي حمد الله: أعتقد أنه لاعب كبير ويسجل أهداف في كل مباراة، وهو حاليا هداف الدوري السعودي، ولن نستطيع التخلي عنه لأنه إضافة كبيرة لنا. وفي النهاية إذا كنت فخور بالأسدين المغربيين ياسين بونو وحمد الله، فيرجى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.